أهلا بيكم مرة تانية وزينة وفقرة عظيمة يا مصر. الفقرة دي الحقيقة بنطرح فيها أفكار وبنطرح فيها حكايات تاريخية وبنشوف فيها عظمة مصر من خلال ملوك قدام، خصوصا من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة. النهاردة هنتكلم بالتحديد عن رمسيس الثاني، يعتبر من أعظم ملوك مصر الفرعونية. حكم مصر وكان عنده 20 سنة فقط، وحكم مصر 67 سنة. حقق أعظم انتصارات في الجيش الفرعوني المصري القديم، وكمان ينسب ليه أول معاهدة سلام في العالم أو في الكون، وكانت مع الحيثيين. يستحق نعمل عنه حلقات وحلقات، مش بس الفقرة دي. لكن اسمحوا لي في الأول أرحب بضيفتي اللي مشرفانا دايما في زينة، وعندها عشق كده وعندها اهتمام بالحضارة المصرية القديمة، وكل مرة بتبهرنا بآراء وحكايات جديدة عن مصر. برحب بأستاذة عزة سليمان. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي. استاذ عزة، يمكن رمسيس الثاني طلع عليه اشاعات كتير، من الاشاعات دي ان هو فرعون موسى. هل هو فرعون موسى بالفعل ولا لا؟ في البداية عايزين نقول ان موضوع الفرعون وفرعون موسى تحديدا من الموضوعات اللي تهمنا جدا كمصريين ان احنا نفهمها ونناقشها، لانها مرتبطة ارتباط وثيق جدا بمصريتنا وباعتزازنا بقوميتنا المصرية وهويتنا وتاريخنا المصري. للأسف أن في بعض المصريين ما زالوا متخاصمين مع نفسهم ومع تاريخهم، نتيجة لأن معلوماتهم مغلوطة أو ناقصة، وتقصير مننا إحنا إن إحنا مش بنقول تاريخنا كما يجب. للأسف إن إحنا سيبنا الغزاة والمحتلين إن هم يشوهوا تاريخنا وحكامنا العظام ويوصفوهم بأنهم مستبدين وطغاة وإلى آخره، وصدقنا الكذبة وباركناها ورددناها ونسينا احنا مين. يعني على رأي الشاعر اليوناني سيمونديس، ده قال انه هزمناهم ليس حين غزوناهم ولكن حين انسيناهم تاريخهم. طبعا رمسيس الثاني هو اليهود هم اللي اتهموه طبعا تحديدا بانه فرعون موسى. اليهود مش وصلت بيهم الجرأة مش انهم يتهموا رمسيس الثاني، ده اتهموا معظم ملوك مصر العظام. اتهموا تحتمس الثالث، اتهموا ابنه مرنبتاح، اتهموا حتى الملكة حتشبسوت ما سلمتش من اتهاماتهم. طبعا فرعون رمسيس الثاني مش فرعون موسى. ليه؟ لأن أولا القصص الديني بيقول أنه فرعون موسى هو أمر بقتل الذكور من الأولاد اللي هم الأولاد وهم صغيرين، لأنه ما عندوش أولاد، بينما رمسيس الثاني عنده حوالي 120 ولد وحوالي 60 بنت. إذن هذا الوصف لا ينطبق على رمسيس الثاني. تاني حاجة في القصص الديني برضو أنه ربنا دمر فرعون موسى وخسف بآثاره الأرض وما يعرشون، بينما آثار رمسيس الثاني يعني ملء الأعين من شمال مصر لجنوبها، من شرقها لغربها، مش بس جوه مصر وبره مصر كمان. إذن هذا الوصف لا ينطبق على رمسيس الثاني. ثالث حاجة اتهموه فيها أنه عليه ملح، قالوا عليه ملح يبقى هو ده فرعون موسى. الموميا بتاعته عليها الموميا ملح. بتاع عليها ملح، فهو ده. هي مكانها فين دلوقتي حضرتك؟ في المتحف المصري في قاعة المومياوات. يعني طبعا فكرة يعني هو الملح اللي عليه ده اولا ملح وادي النطرون مش ملح البحر الاحمر، لان احنا لما بنحنط الموميا بندلق عليها اشوله ملح النطرون تحديدا مش حاجه تانية. اذا عشان كده عليه ملح، يعني ده يعني عايزين يتهموه لاي اتهامات. كمان رمسيس الثاني لما دخل في الثمانينات من عمره كان وصل من العجز انه مش قادر يمشي على رجليه، كان بيتسند دايما على دراع المساندين بتوعه المساعدين بتوعه، وعلى راسهم مرنبتاح ابنه. كمان انه السنتين اللي هو قبل ما يتوفى فيهم ما كانش بيتحرك الا من قصره في بحري في الشرقيه اللي هي سن الحجر دلوقتي اللي كانت عاصمه مصر، وفي الشتاء بيشتي في الدفا في طيبه الاقصر. إذا كمان الصيفية اللي هو سبقت وفاته، هو مات بعد الصيف على طول، ده التاريخ قال كده، مات بعد الصيف على طول. الصيفية اللي قبل ما يموت ما خرجش من بيته خالص في الشرقية اللي في سن الحجر، هي بر رمسيس. اليهود بيدعوا انه هم خرجوا من مصر ليلة عيد الفصح، اللي هو كان العيد الفصح كان مصري وهم نقلوه عننا، اللي هو ليلة شم النسيم. بينما انه شم النسيم عندنا في مصر الفرعونيه كان في 21 مارس في عيد الربيع مش
مش زي ما بنحتفل بيه دلوقتي، كان ميعاده مختلف. اذا التوقيت الزمني بين ادعاءات اليهود وبين الوقت اللي مات فيه رمسيس الثاني طبعا في فرق، يعني في اختلاف كبير قوي في التوقيت. كمان انه كان عنده وريث حكم مصر ذكر اللي هو الملك العظيم مرمتاح، اللي هو ما سلمش، هو كمان من اتهامات وادعاءات اليهود الكاذبه ان هو فرعون موسى. ومن هو يعني احسن وسيله للتصدي لاي اشاعات او ادعاءات يهوديه او غير يهوديه هو الثقافه العامه، زي ما دلوقتي عندنا فقره ثقافيه فرعونيه تاريخيه مصريه، ان احنا نعرف في زينه وغير زينه، في فقرات كتير قوي وبرامج في التلفزيون المصري. انا عايزه بس اقول لك على حاجه، استحاله يكون حد حقق النجاح ده كله والانتصارات دي كلها وينسب ليه اول معاهده في التاريخ ويبقى هو فرعون مصر. لكن انا ببقى حضرتك موجوده ببقى عايزه اتكلم في نقاط كثيره جدا والوقت قليل. مثلا يعني في حاجات عايزه اتكلم عن اسرار التحنيط لغايه دلوقتي مش عارفينها، اسرار البنى الاهرام اللي مش عارفينها، اسرار الفن التشكيلي والفن اللي لسه الوان وعايش لغايه النهارده ولسه مش عارفين اسرارها، مش احنا في مصر، في العالم كله لسه مش عارفين. لكن النهارده هنركز على يعني معلومات وافيه عن رمسيس الثاني ونشوف هو انتصاراته اللي بتنسب ليه بقى في كتب التاريخ ايه، يعني ينسب ليه ان هو انتصر في ايه كمواقع حربيه عسكريه، وايضا ينسب ليه كاعمال سياسيه باقيه زي منها معاهده السلام اللي عملها. هنتكلم عليها، بس عايزين نقول انه رمسيس الثاني من عظمته انه هو فرض احترامه على العالم كله. رمسيس الثاني مش كان اعظم حكام مصر، كان من اعظم حكام العالم بمفهوم النهارده على الاطلاق. رمسيس الثاني فرض احترامه على شعبه قبل ما يفرضه على حد تاني. احنا من 4 سنين لما اتنقل تمثال رمسيس الثاني بالليل بعد منتصف الليل عشان ما حدش يتجمهر، وعشان الناس بعد قبل ما ينفوه، يعني هو اتنفى مش اتنقل يعني. فبعد لما حبوا ينقلوه في بعد منتصف الليل، المصريين طلعوا بعد منتصف الليل يزغرطوا ويحيوه بهدومهم من الشبابيك، فرحه وكانه ملك يمشي بين شعبه في موكب رسمي. ده قيمه رمسيس الثاني عند شعبه. رمسيس الثاني لما سافر فرنسا تم استخراج فيزا دبلوماسيه كملك حي. كمان لما نزل من الطياره اتضرب له 21 طلقه احتراما لهذا الملك، ما اتعملتش الملك حي وهو موميا اتعمل وهو كل موميا. هذه الطقوس والاحتفالات. شوفي فرض احترامه على الناس ازاي. اتكتب عنه في التاريخ انه من قهرهم احترموه ووقروه. رمسيس الثاني حقن دماء المصريين. احنا قعدنا في حروب مع الحيثيين 75 سنه، هو اشترك في 21 سنه لما بقى ملك لوحده، قعد يحاربهم حوالي 21 سنه، وقرر ان هو يعقد معاهده سلام معاهم وبعد في السنه 21، وحقن دماء المصريين، وحقن استنزاف مصر اقتصاديا، وحقق مش بس سلام جوه مصر، لا سلام عالمي. الرخاء اللي شفناه في مصر فعلا انه يكاد ان اتكتب فعلا انه ما كانش تقريبا في فقير في مصر. ده سبب كمان كره الاعداء لينا، انه كان ملك عظيم وكان مش قادرين يدخلوا مصر عشان يعني ياخدوا خيرها. فرمسيس الثاني لما كان بيكلم العمال بتوعه يقول لهم ايها الرجال الطيبون يا من لا يعرفون التعب، لقد ملأت لكم الخزائن وقضيت لكم حوائجكم. ملأت لكم الخزائن باللبس واللحم والملابس والنعال حتى العطور، لكي لا يكون من بينكم من يمضي الليل في الفقر، يعني يشتكي يئن من الفقر. ولقد قمت بكل هذا لكي تسعدوا ولكي تعملوا كلكم بقلب رجل واحد. رمسيس الثاني شوفي ده الاعداء بتوعنا وصفوه ان هو جبار عاتيه، بيعاملنا بالسخره، انه بيعامل الناس بالسخره، انه متكبر. شوفي بيكلم العمال ازاي، مش اي راجل يعني، ده عامل. كمان كان بيدي للعمال شهر اجازه وشهر عمل. تخيلي انه العامل بياخد شهر اجازه كامله. شوفي الراحه اللي كان بيوفرها للناس زي المصريين. ده اللي بيبين انا ازاي. بقى شخصيا عشقت رمسيس الثاني بجد بعد الحلقه دي. اكيد شايفانا ملايين دلوقتي وحابين يشوفوه بقى داخل المتاحف، يعني يعرفوا عنه ويقروا عنه كتب، هيعشقوه زيي وهيحبوا يقربوا منه اكتر ويصححوا المعلومات المغلوطه. يعني موجود اثار رمسيس الثاني في المعابد الفرعونيه الموجوده فين؟ مثلا في الاقصر او ولا هنا في مصر، ولا يعني من اعظم واروع من اعظم واروع الاثار اللي سابها هو معبد ابو سمبل. يعني ده من اشهرهم واعظمهم. كمان تماثيله ماليه الدنيا، وموميته موجوده في المتحف المصري، والكتب موجوده كتير، بس يا ريت نقرا صح ونصلح معلوماتنا. رمسيس الثاني كان مصري وطني زيه زينا،
كان بيبص لمصر يعني بيتحسر وهو طفل قبل ال 14 سنه، كان بيقول احنا ليه الحال انحدر بينا في مصر الى هذا الحال بعد حكم اخناتون. مصر انحدرت جدا. ازاي كان بيبص للاهرامات وبيبص لتحتمس الثالث واحمس، ازاي احنا كان عندنا حضاره عظيمه كده، وازاي انحدرنا بقينا في هذا المستوى اللي لا يتناسب مع قيمه مصر ويعني عظمه مصر. فقرر انه يحقق السعاده لشعبه وان هو يعيشهم في رخاء. وقد كان. رمسيس الثاني كان بيحارب بنفسه. رمسيس الثاني دخل اشترك في الحرب وهو عمره 14 سنه. في بدايه كان بيحارب الحيثيين وعقد معاهم معاهده السلام دي من حوالي 14 بند. من اهم البنود بتاعتها انه المصري اللي عايش في الشام يظل يحتفظ بجنسيته المصريه، ما يغيرهاش. شوفي الكرامه، كرامة المصري. كان فاهم كويس قوي ان كرامة اي مواطن مصري من كرامته هو، من كرامة مصر كلها. هو ده رمسيس الثاني. رمسيس الثاني كان اولا كان ممنوع عندنا السيدات ان هم يتجوزوا من اجانب، فاضطر مع المعاهده دي انه يسمح للمصريات يتجوزوا من اجانب، فحط شروط قاسيه تنظم زواج المصريه من الاجنبي. كمان رمسيس الثاني كان عمل معاهده يعني دفاع مشترك مع الاعداء اللي ما بقوش اعدائه بعد كده، اللي هم الحيثيين اللي هم اتراك، يعني اللي هم دلوقتي الاتراك. عمل معاهده سلام والدفاع مشترك انه اي عدو يهاجم اي طرف مننا احنا الثاني يدافع معاه عنه يعني. كمان تبادل الأسرى أو الفارين، يعني لو في مصري فر ناحية الحيثيين إنه الحيثيين يرجعوه مع حسن معاملة المصري وعدم إهانته، وإن هو لما هيرجع مصر في ضمان إن هو مش هيسيء معاملته ومش هيحاكمه، مش هيأذي عيلته، هيعامله بكرامة. على فكرة مهم قوي كلنا نقرا في التاريخ الفرعوني القديم، هنحس كده بثقة وكبرياء وكرامة، لأن فعلا تاريخنا غني بكل ما يشرف. بالظبط. بس يبقى نحن نواصل هذه المسيرة ونعيد من الاعتبار يعني لتاريخنا. بالظبط. طب حضرتك النهارده يعني فرصه تعيدي بقى اعتبار رمسيس الثاني، هو ما خدش حقه قبل كده كتير كده، فهنتكلم عنه يعني كانجازات سريعه جدا جدا في نقاط محدده، واحنا ازاي بقى نروح في متاحف مختلفه واماكن سياحيه او تاريخيه عشان نتعرف عليه عن قرب اكتر. هو يعني اكتر هو الاثار، هي طبعا اثاره ماليه الدنيا، لكن الاثار في حد ذاتها مش هي الحضاره. الاثار هتبين لك ما وراء الاثر هو المهم. انت عايزه تشوفي تمثال جميل قوي، ومعانا تماثيل رمسيس الثاني على فكره، معانا صور لمعركه قادش كمان جميله جدا بتبين ازاي رمسيس الثاني كان بيحارب بنفسه في مقدمه الجيوش، وازاي الاعداء كان العربات الحربيه كانت بتهاجم بعض، وانه عربيات الحربيه العجلات الحربيه المصريه مع الحيثيين والامدادات المصريه من الجيش المصري، حتى انه كتب ان الجيش المصري اللي حارب في قادش كان حوالي 2500 عربيه في احد المعارك عجله حربيه، وحوالي في 2 من الفيالق كان واحد منهم فيلق كان 18000 جندي والتاني كان 19000 جندي. شوفي حجم الجيش المصري اللي كان بيحارب. معانا صوره ملونه كمان انه الاعداء ازاي كانوا بيقعوا ويغرقوا في النهر، نهر العاصي اللي هو قادش دي كانت جنوب سوريا. رمسيس الثاني اللي عايز يشوفه طبعا يقدر يروح المتحف المصري، جميل حتى انه وصف انه الزمن ما حاش ملامحه المصريه الجميله، لسه يعني ملامحه جميله. كمان ابو سمبل هو من اجمل الاثار اللي بتحكي كرنك كمان، حكى ملحمة قادش وإنجازات رمسيس الثاني الرائعة، وأهم حاجة إنه حقق الرخاء لمصر وحقق لها نهضة ورفع من شأن مصر والمصريين. الحقيقه مش عايزه اختم، بس امر الله لازم اختم، الوقت خلص النهارده في زينه، لكن ان شاء الله مشاهدينا بكره في فريق عمل اخر وزينه اخرى. شرفتينا دكتوره عزه، وان شاء الله نبقى الحضاره المصريه ما ينتهيش، كل يوم ننهل منه شويه عشان نتعلم كتير ونحس بالفخر والكرامه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الى اللقاء بكره زينه.